بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم النهارده عن الهيب سورت. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الكومبليت تري، وعرفنا ان الكومبليت تري ديت هي عباره عن باينري تري عاديه جدا. بس التري دهيت كومبليت. يعني ايه كومبليت؟ يعني كل ليفل فيها كومبليت، فالليفل الاولاني هتلاقيه كومبليت، الليفل الثاني هتلاقيه كومبليت، الثالث كومبليت، ما عدا الليفل الاخير هو اللي ممكن ما يكونش كومبليت. بس قلنا ان لازم يكون لو مش كومبليت الليفل الاخير هتكون الاولويه ناحيه الشمال. وعرفنا ان ميزه الكومبليت تري ان انا ممكن اخزنها في اري زي الاري دي كده، هحط ال3 5 ل10 ل20. فانا مش محتاج احط تري داتا ستراكشر، لا انا ممكن استخدم اري داتا ستراكشر. طيب ازاي من نود معينه اعرف الشيدرين بتوعها؟ باستخدام الايكويشن دهيت، بالاندكس بتاع الاليمنت اقدر اعرف الشيدرين بتوعها. ولو من نود عايز اعرف البيرنت بتاعها ففي ايكويشن تانية برضو بالاندكس بتاع النود، اقدر من الاندكس بتاع النود اقدر اعرف الاندكس بتاع البيرنت بتاعها فين. طيب الهيب داتا ستراكشر هو عباره عن كومبليت باينري تري، بس في عليها كونديشن زياده صغير. ايه الكونديشن ده؟ ان كل نود الفاليو بتاعتها هي اصغر من عيالها، هي المينيمم بتاع نفسها وعيالها. فهتلاقي ال3 اصغر من ال5 وال10. مش شرط بقى تبقى ال5 على الشمال وال10 على اليمين، المهم ان هي ال3 ديت هي اصغر من عيالها. هتلاقي ان ال5 اصغر من عيالها، اصغر من ال20 وال11. مش لازم بقى تبقى ال11 على الشمال او ال20 على اليمين او العكس، مش فارقه. المهم ان ال5 اصغر من عيالها، ال20 هتلاقيها اصغر من عيالها، ال10 هتلاقيها اصغر من عيالها، اصغر من 13 واصغر من ال12. ده اسمه ايه؟ اسمه مين هيب. المين هيب هو عبارة عن باينري كومبليت تري، بس في كونديشن زيادة ان كل بيرنت هو اصغر من الشيلدرين بتوعه. طب ايه ميزة المين هيب؟ ميزة المين هيب ان انا لو عايز اجيب المينيمم نمبر في وسط الارقام دي كلها هيكون دايما هو مين؟ هيكون دايما هو الروت. ليه دايما هيكون الروت؟ لان هو اصغر من عياله، وعياله اصغر من عيالهم، وكل تشايلد منهم اصغر من الشيدرين بتوعه، فبالتالي هيكون اصغر اليمنت هو مين؟ هو الروت. فانا اقدر اجيب المينيمم بتاع الليست في اوردر اوف 1. فميزه المين هيب ان انا اقدر اجيب المينيمم اليمنت في اوردر اوف 1. في هيب تاني اسمه ماكس هيب. ايه ماكسيمم هيب دوت؟ ان كل نود اكبر من عيالها، كل نود اكبر من عيالها، ساعتها هيكون الروت هو ايه؟ هو الماكسيمم نمبر في الليست. طيب تاني المينيمم هيب دوت هو عبارة عن باينري كومبليت تري، واحنا شفنا الكومبليت تري في الحلقة اللي فاتت، بس في زيادة عليها كونديشن ان كل نود هي اصغر من الشيلدرين بتوعها. وبالتالي الميزة اللي موجودة فيه ان انا اقدر اجيب المينيمم نمبر اوف ذا ليست في اوردر اوف 1. طيب ده الهيب داتا ستراكشر. عايزين نشوف بقى لو انا عندي شويه ارقام unsorted، عندي لستة من ارقام unsorted، ازاي ممكن ابني الهيب داتا ستراكشر دوت بالارقام دهيت، بحيث ان هنستخدم داتا ستراكشر ده بعد كده في عمليه السورتنج. لو انا مثلا عندي مثال الليست دي لستة من ارقام، الارقام ديت unsorted وعايز اعمل لهم sorting. فاول حاجه هبني هيب داتا ستراكشر بالارقام دهيت. طيب ازاي ابني الهيب؟ تعالوا نشوف. اول حاجه هاخد element. اول حاجه 26، هقوم منزل الايه؟ ال26. طبعا احنا عارفين ان الهيب زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت هو عباره عن ايه؟ عباره عن array. تمام. فاول حاجه 26 هتنزل ال26 اول element في الاري. بعد كده عايز احط ال5 هتتحط فين؟ هتحط تاني element في الاري اللي هي في الهيب. هنا هتبقى فين 5؟ هتبقى ال5 هنا. طيب بتنزل الاليمنت، اول ما تنزل الاليمنت تفضل تطلع من الاليمنت على البيرنت بتاعته وتشوف هل هو ستيل هيب ولا لا. الهيب اللي هو ايه؟ الهيب الكونديشن بتاعه ان يكون كل بيرنت اصغر من اولاده. فهمسك ال5 هطلع البيرنت بتاعها 26. هل ال26 اصغر من 5؟ لا مش اصغر من 5. طب اعمل ايه؟ اعمل لهم سوابنج هما الاثنين
مع بعض، فتبقى عندي الخمسة وتحت منها ال26. كويس. وساعتها لما اعمل سوابنج هعمل سوابنج للاتنين اليمنتس دولت، الخمسة وال26، فيبقى عندي هنا الخمسة وعندي هنا ال26. كويس. اجي بعد كده اخد ال77، هانسرت ال77 هتتحط في المكان اللي بعد منه، اللي هي كأنها جت هنا. حلو. همسك ال77 واطلع للبيرنت بتاعها واشوف هل فعلا هو المينيمم بتاع ولاده ولا لا. طب ازاي من ال77 اوصل للبيرنت بتاعها؟ زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت، البيرنت هيبقى اشوف الاندكس بتاع ال77 يبقى اي على 2 ناقص 1، هقوم هعرف ان البيرنت هو الخمسة. اجيب التشيلدرن بتوع الخمسة. ازاي هجيب التشيلدرن بتوع الخمسة؟ 2 اي بلس 1 و 2 اي بلس 2 زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت. يبقى عيال الخمسة هم 26 وال77 اللي هم دولت. هل فعلا الخمسة هي المينيمم؟ هي اصغر منهم هما الاثنين؟ يبقى كده انا ايه؟ تمام. امشي على الخطوه اللي وراها. احط مين؟ الواحد. هنسيرت الواحد. الواحد ده كاني حطيته هنا في الهيب. هاجي الواحد اطلع للبيرنت بتاعه 26. هل الواحد اصغر من 26؟ او هل ال26 هي اصغر من عيالها؟ لا. يبقى اعمل ايه؟ اشوف المينيمم فيهم واطلعه فوق. مين المينيمم؟ الواحد. يبقى الواحد يطلع مكان ال26. هقوم جاي عامل سوابنج للواحد مع 26. الواحد هيجي هنا وال26 تيجي مكان الواحد. يبقى كأن دلوقتي اصبحت الهيب بتاعي كأنه عامل كده. سوري. طيب بعد كده بعد طلعت الواحد اطلع للبيرنت اللي بعد منه الخمسة. هل الخمسة اصغر من عيالها؟ لا برضو. يبقى اعمل ايه؟ هسواب اجيب من اصغر واحد فيهم. الواحد هو اصغر واحد فيهم، هو المينيمم، اطلعه مكان الخمسة. يبقى انا هاجي هسواب الواحد والخمسة، يعني كأن الهيب بقى كده. الخمسة تيجي هنا والواحد يجي فوق. طبعا واضح ان دايما اللي معانا فوق هو ايه؟ هو المينيمم رقم في الليست لحد دلوقتي. طيب بعد كده هنقوم عايزين نحط ال61. هقوم جاي حاطط ال61 في اخر الاري اللي هي كأنها جت هنا. هطلع من 61 على ابوها. ازاي هطلع للبيرنت؟ بالايكويشن زي ما قلنا. هنلاقي البيرنت هو الخمسة. هل الخمسة اصغر من عياله؟ هي اصغر من عياله. خلاص يبقى مش محتاج اكمل فوق. خلاص ده الخمسة اصغر من عيالها. خلاص يعني كده انا كده مظبوط. مش هطلع حتى ابص على الايه؟ على البيرنت اللي فوق. انا كده ما غيرتش حاجه تحت، يبقى اكيد اللي فوق زي ما هو. طيب اجي بعد كده احط ال11. هتقوم ال11 محطوطه هنا اللي هي كانها كده 11. اطلع على البيرنت اشوف هل ال77 اصغر من عيالها؟ لا. اجيب اصغر واحد فيهم اللي هو ال11 اطلعه مكان ال77. يبقى انا هسواب ال11 مع ال77. احط ال11 فوق وال77 هنا. يبقى انا عملت كأني عملت سوابنج لل11 مع ال77. كويس. بعد كده اشوف ال11 هل واطلع للبيرنت بتاعها اللي هو الواحد. هل الواحد اصغر من عياله؟ يبقى كده خلاص. طيب لحد دلوقتي برضو عندي المينيمم رقم فوق اللي هو الواحد. ماشي. بعد ما حطيت ال11 هحط ال59 اللي هي مكانها هتبقى هنا. هطلع ابص على البيرنت بتاعها هل ابوها اصغر واحد فيهم؟ يبقى كده خلاص مش هكمل. طيب انط بعد كده على ال15. يبقى ال15 مكانها هنا. هطلع للبيرنت هل البيرنت اصغر من عياله؟ لا. يبقى انا محتاج اسواب ال15 مع ال26. 15 هتعمل لها سوابنج مع ال26. هبدل 15 مع ال26. 15 هتطلع فوق وال26 تنزل تحت. هطلع للبيرنت تاني الخمسة. هل الخمسة اصغر من عياله؟ يبقى خلاص. طيب اخش على الانتري اللي وراها ال48. هقوم جاي من insert ال48 اللي هي كأنها جت اتحطت هنا. هطلع للبيرنت هل البيرنت اصغر من عياله؟ خلاص يبقى كده تمام. هقوم رايح ل19. هقوم حاطط 19 هنا. يبقى 19 كانت اتحطت على شمال ال61.
اطلع للبيرنت، هل ال 61 اصغر من عياله؟ لا، يبقى انا هسواب ال 19 مع ال 61، او هجيب اصغر واحد يعني واحط المينيموم وابدله مع ال 61. يبقى انا هسواب ال 19 مع ال 61، شيل 19 وال 61 نعمل لهم سوابنج. هطلع 19 فوق، تحت منها على شمالها هيبقى فيه ال 61. هطلع للبيرنت الخمسة، هل الخمسة أصغر من عيالها؟ يبقى كده خلاص. طب كده أنا عملت بيلدينج للهيب. ايه ميزة الهيب اللي أنا عملته دلوقتي دوت؟ إن أنا دلوقتي بقى معايا هيب داتا ستراكشر، يعني كومبليت تري متخزنة في اري، مش هبلدها بتري فعلا في الحقيقة، لا دي هتبقى اري، بس احنا بنرسمها هنا بس عشان ابقى متخيل شكلها عامل ازاي. كل ليفل اذا كومبليت. بس الميزه بقى اللي انا عايزها فعلا ايه؟ ان انا اقدر اجيب المينيمم بتاع الليسته دي كلها في اوردر اوف 1. ازاي؟ هيبقى هو الروت اللي هو اول اليمنت في الليست، اول اليمنت في الاري، يبقى هو دوت المينيمم. وهي دي فكره الهيب سورت، ان هو بيعمل ايه؟ بيبيلد الهيب علشان يجيب اصغر اليمنت. هيقوم عارف ان اصغر اليمنت هو مين؟ هو اول اليمنت في الاري. كده هو عرف ان اصغر اليمنت هو الواحد. جميل. طيب يبدأ بعد كده يعمل ايه بقى؟ عايز يجيب تاني اصغر اليمنت. يقوم يعمل ايه؟ قال لك خلاص انا عرفت ان الواحد ده هو المينيمم، هشيل الواحد ده من الهيب. فهيعمل ريموف للواحد من الهيب، الواحد هيتشال. طب وبعدين انا شلت الواحد، مين هيطلع مكانه فوق؟ دي تري. قال لك هياخد اخر element تحت خالص اللي هو مين؟ اللي هو ال 61، واحطه مكانه مكان الواحد اللي شاله. يقوم مطلع ال 61 فوق، يعني كأنه جوه الاري شال الواحد ولازم يحط حد مكانها، فيحط مين؟ قال لك هاخد اخر element اللي هو ال 61 واحطه مكان الواحد. بس ده كده مش مينيمم هيب. ليه؟ لان اصغر element مش هو اللي موجود في الروت. قال لك خلاص يبقى نعمل حاجه اسمها نعمل ريهيبيفاي، نخلي الهيب تاني نعمله ريهيبيفاينج. يعني ايه ريهيبيفاينج؟ نعمل له ريهيبيفاي. يعني ايه؟ يعني نتاكد ان هو هيب فعلا. ازاي؟ قال لك خلاص انت دلوقتي حطيت ال 61 فوق صح؟ قارنه بعياله، هل هو اصغر من عياله؟ لا. طب هات اصغر واحد فيهم. مين اصغر واحد؟ الخمسة. خلاص يبقى طلع الخمسة مكان ال 61، يعني اعمل له سوابنج مع ال 61. يبقى هيجي يبدل الخمسة، يعمل لها سوابنج مع مين؟ مع ال 61، يطلع الخمسة فوق ويحط ال 61 تحت. بس ستيل ده مش هيب. ليه مش هيب؟ ان ال 61 مش اصغر من عيالها، فخلاص يمسك ال 61 اللي حطها تحت ديت يقارنها بعيالها، هل هي اصغر من عيالها؟ لا. طب مين اصغر واحده؟ 15. خلاص يبقى بدل 15 مع ال 61، يقوم جاي بدل 15 مع ال 61. طيب برضه مش هيقف، يشوف ال 61 وعيالها، هل ال 61 اصغر من عيالها؟ لا. طب مين اصغر واحد في عيالها؟ ال 26، يبقى جايب 26 يعمل لها سوابنج مع مين؟ مع ال 61. يقوم حاطط ال 26 مكان ال 61. طبعا عمال يطلع ينزل للتشيلدرن وبيطلع فوق ازاي؟ باستخدام الايكويشن اللي قلنا عليها بتاعت الكومبليت تري اللي خدناها في الحلقه اللي فاتت. طيب كده هو وصل لايه؟ وصل ان هو عمل ريهيبيفاي، فده رجع تاني هيب. رجع هيب ازاي؟ رجع هيب لان كل نود اصغر من التشيلدرن بتوعها وستيل هي كومبليت تري. ازاي حافظ ان هي تفضل زي ما هي كومبليت تري؟ ان هو لما شال الروت جاب اخر element فيها، اخر element جوه التري ديت وراح مطلعه مكانها فوق، فكده حافظ ان هي عليها كأن هي كومبليت تري. طب والكونديشن التاني ان هي تبقى مينيمم هيب، ان كل نود تبقى اصغر من عيالها، راح فضل يلف يلف يلف. بعد ما حط النود ديت قعد يجيب اصغر واحده هي ولا عيالها،
وياخد المينيمم يطلعه فوق ويفضل نازل كده لتحت لحد ما وصل لاخر التري من تحت. فستيل دلوقتي هو لسه معاه ايه؟ معاه هيب. طيب عايز يجيب تاني اصغر اليمنت، خلاص يبقى دلوقتي هيجيب تاني اصغر اليمنت اللي هو مين؟ الخمسة. يبقى يقدر دلوقتي يقول ان الخمسة هي تاني اصغر اليمنت في الليست. ازاي؟ ان هو جاب المينيمم بتوع اللي قدامه دلوقتي دولت اللي هو الخمسة، راح واخد الروت على طول، يبقى ديت كده جاي ايه؟ جاب تاني اصغر اليمنت في الليست. طيب جاب الخمسة، بعد ما جاب الخمسة يعمل ايه؟ يشيل الخمسة من الهيب. يشيلها ازاي؟ هيشيل الخمسة. طب ويجيب مين مكانها؟ هيجيب اخر اليمنت في الهيب اللي هو مين؟ اللي هو ال48. يطلع ال48 يحطها مكان الخمسة. ليه؟ علشان يحافظ على الهيب ان هو complete tree، فهيطلع ال48 فوق. طيب يسأل نفسه هل دلوقتي ده هيب؟ لا. يتأكد ازاي؟ يعمل ري هيبيفاي. يعمل ري هيبيفاي ازاي؟ هو حط 48 يقارنها مع عيالها. مين اصغر واحد؟ ال11. يبقى ال11 لازم تطلع مكان ال48. هيقوم عامل سوابنج لل48 مع ال11. طيب وبعدين يمسك ال48 مع عيالها، هل هي اصغر واحده فيهم؟ خلاص يبقى كده انا خلصت، ويقف على كده. خلاص يبقى كده انا عملت ايه؟ عملت ري هيبيفاي. ده اصبح هيب برضو. طيب عايز يجيب تالت اصغر اليمنت، هيكون مين؟ هيكون هو الروت برضو اللي هو ال11. يقوم شايل ال11 من الهيب وينزلها في الليست. هيشيل ال11 لان على طول الروت هو اصغر اليمنت في اللي موجودين. نزل ال11. طيب يبدأ بعد كده يعمل ايه؟ يطلع حد مكانها، مكان ال11. يطلع مين؟ اخر واحد في الهيب اللي هو ال61. يبقى هيطلع ال61 مكان ال11 فوق. وبعدين يعمل ري هيبيفاي. هيمسك ال61 مع عيالها. مين اصغر واحده؟ 15. يبقى يبدل 15 مع ال61. هيبدل ال 15 مع ال61. وبعد كده يبص على 61 مع عيالها، هل هي اصغر من عيالها؟ لا. طب مين اصغر واحده؟ 19. يبقى يبدل 19 مع ال61. هيبدل 19 مع 61. نزل 61 تحت ويطلع 19 فوق. وبكده يكون عمل ري هيبيفاينج. طيب عايز يجيب الاليمنت اللي عليه الدور مين؟ هيبقى هو الروت. هياخد الروت اللي هو ال15. يقوم منزل ال15 في الليست. لو انتوا واخدين بالنا طبعا ايه 1 5 11 15 عمال يجيبهم بالترتيب. نزل ال15. هيشيل 15 من الهيب ولازم ينزل حد مكانها. هينزل مين؟ اخر واحد في الهيب اللي هو ال59. هيقوم منزل ال59 في الروت. ويعمل ايه؟ يعمل ري هيبيفاي. يعمل ري هيبيفاي ازاي؟ يمسك ال59 مع عيالها. مين اصغر واحده؟ 19. يبقى يبدل 19 مع ال59. هيبدل 19 مع ال59. ويبص 59 يقارنها بعيالها، هل هي اصغر واحده؟ لا. 26 اصغر. يقوم حاطط 26 مكان ال59 وياخد ال26 حاططها مكان ال59. وصل لاخر تحت خلاص. 59 عيالها فاضي خلاص. طيب يقوم عامل ايه؟ يعمل نفس الحركه تاني. ياخد اصغر واحد اللي هو ال19. هيقوم منزل نفس بقى الفكره كلها. هنزل ال19 يشيل ال19 من الهيب. ياخد عليه الدور اللي هو مين؟ ال77. يبقى هيشيل ال77 ينزل ال77 فوق في الروت. يقارن 77 بعيالها. اصغر واحده 26. يبقى هيبدل ال26 بال77. ياخد 77 يقارنها بعيالها. مين اصغر واحده؟ 59. يبقى هيبدل 77 بال59. وخلاص 77 ما عندهاش عيال، يبقى كده خلاص. يعمل نفس الحركه. ياخد الروت اللي هو ال26. يبقى ال26 ديت هي اللي عليها الدور تنزل. ويمسح ال26 من الهيب ويحط مكانها ال61 اللي هي اخر حاجه في الهيب.
ويعمل ريهيبيفاينج. اصغر حاجه 48 يبقى هيبدل 48 مع 61. هيبدل 48 مع 61. خلاص 61 ما عندهاش عيال، خلاص كده اهوت. ياخد المينيمم اللي هو 48، فهيقوم منزل 48 في الليستة، ويمسح 48 وينزل مكانها اللي عليه الدور اللي هو مين؟ 77. يحط 77 ويعمل ريهيبيفاينج. مين أصغر واحدة؟ 59، يبقى هيبدل 77 مع 59. سبعة وسبعين معندهاش عيال، خلاص كده خلص. بعد كده يمسك المينيمم يمين 59، هيقوم منزل 59 ويشيلها من الهيب، يشيل الروت من الهيب، وياخد آخر واحد ينزله مكانه اللي هو 61. وبعد ما ينزل 61 يعمل هيبيفاينج. هل 61 أصغر من عيالها؟ خلاص كده هو عمل ريهيبيفاينج. يختار يشيل برضو آخر حاجة من الهيب اللي هي 61. هيقوم منزل 61 ويشيلها من الهيب، وينزل مكانها آخر واحد اللي هو 77. فيبقى 77 هتنزل فوق في الروت. هيعمل هيبيفاينج. 77 ما عندهاش عيال، خلاص. يقوم في آخر حاجة ساحب اللي موجود في الهيب اللي هو 77، ويقوم منزل 77 ويمسح 77. كده هو خلاص الهيب بقى فاضي. كده هيكون هو خلص عملية السورتنج. هنلاقيه طلع 1 5 11 15 19 26 48 59 61 77. فعلا عمل سورتنج للليست بتاعتي. طيب تاني فكرة الهيب سورت ايه؟ الهيب سورت بيستخدم الهيب داتا ستراكشر. الهيب داتا ستراكشر ده ما هو الا complete binary tree. وشوفنا في الحلقة اللي فاتت بالتفصيل يعني ايه complete binary tree، بس فيها حاجة زيادة، ايه؟ ان هو ممكن يكون مينيمم هيب. يعني ايه مينيمم هيب؟ ان كل نود الفاليو بتاعتها اصغر من عيالها، وبالتالي انا بيكون عندي الروت هو اصغر element في الهيب كله، فاقدر اجيب المينيمم على طول اللي هو الروت. بيبني الهيب في الاول خالص، وبعد ما بيبني الهيب شفنا ازاي بيبني الهيب. بعد ما بيبني الهيب بياخد الروت، يبقى هو دوت الاليمنت المينيمم، وبعد كده يشيل الروت ده ويحط مكانه اخر element في الهيب يطلعه فوق، ويعمل ريهيبيفاينج. الريهيبيفاينج ده يضمن ان هو ستيل هيب. يعني ايه ستيل هيب؟ ان كل element اصغر من عياله. وبعد ما يعمل ريهيبيفاينج ياخد الروت تاني ينزله، يبقى هو اللي عليه الدور، وهكذا لحد ما يخلص الليست الاخره. طيب لو عايزين نحسب الكومبلكسيتي بتاعه الهيب سورت بقى. الهيب سورت لو لاحظنا ان هو بيعمل ايه؟ ان هو كل مره بياخد المينيمم على طول في اوردر اوف 1. ماشي ده خلاص. طب وبعد ما بيطلع المينيمم بيعمل ريهيبيفاينج. طب الريهيبيفاينج ده كان بيخلص في اوردر اوف كام؟ الريهيبيفاينج ده كان بيمشي على اللينس بتاع التري. يعني التري طبيعي ان هي تبقى الاوردر بتاعها كام؟ التري طبيعي ان هي اللينس بتاعها لوج ان. لو انا عندي ان ليست طولها ان، فالتري دي كومبليت تري، يبقى الليست ديت طولها طول الليست لوج ان. يبقى عمليه الريهيبيفاينج بتاخد لوج ان. طب وانا بعمل ريهيبيفاينج كام مره؟ بعمل ريهيبيفاينج ان مره. ليه ان مره؟ لان انا بطلع element كل مره، فانا بعمل ريهيبيفاينج ان مره. يبقى الاوردر بتاعه كام؟ ان في لوج ان. اوردر اوف ان لوج ان. ليه؟ لان انا بعمل ريهيبيفاينج. الريهيبيفاينج ده بياخد اوردر اوف لوج ان. ازاي بياخد لوج ان؟ لان انا بمشي على اللينس بتاع تري. طب وبعمل ريهيبيفاينج كام مره؟ بعمل ريهيبيفاينج ان مره، يبقى الاوردر بتاعه ان لوج ان. طيب هل الهيب سورت بيحتاج سبيس، بيحتاج ميموري زياده علشان يشتغل؟ الحقيقه لا، ان الهيب سورت بيسورت ان بليس، مش محتاج اي ميموري زياده، يقدر جوه نفس الليست بتاعته ان هو يعمل سورتنج. ده كان الهيب سورت. تاني فكره الهيب سورت ايه؟ بيستخدم الهيب داتا ستراكشر. ايه الهيب داتا ستراكشر دوت؟ هو كومبليت باينري تري، بس فيها حاجه زياده ان كل نود اصغر من
عيالها. ده لو كان هو مينيمم هيب. لو كان هو ماكسيمم هيب يبقى كل نود اكبر من عيالها. ازاي استخدم الهيب دوت داتا ستراكشر؟ الهيب داتا ستراكشر ميزته ان هو بيجيب المينيمم في اوردر اوف 1. ففكره الهيب سورت ان هو بيبيلد هيب من الاليمنتس اللي عنده، بيبيلد بيها الهيب، وبعد ما بيبيلد الهيب بيطلع المينيمم اصغر رقم في الليسته كلها اللي هو على طول هيكون الروت، هيجيبه في ساعتها. وبعد كده بيشيل الروت دوت ويحط مكانه اخر اليمنت في الهيب. ليه بيحط اخر اليمنت؟ عشان يحافظ ان هو كومبليت تري. وبعد كده بيعمل ريهيبيفاينج. الريهيبيفاينج دي بتعمل ايه؟ بتتاكد ان كل نود فعلا اصغر من عيالها. بيمشي على الباث الحته اللي زود فيها النود الجديده اللي جابها من تحت طلعها فوق، بيمشي على الباث بيها لحد تحت. بيفضل يعمل العمليه ديت لحد ما يطلع اصغر اليمنت اصغر اليمنت اصغر اليمنت، وهكذا لحد ما يوصل للنهايه. فهو بيعمل ريهيبيفاينج ده ان من المرات. فبالتالي الاوردر بتاع الهيب سورت هو اوردر اوف ان لوج ان، حيث ان اللوج ان دوت الوقت اللي بياخده للريهيبيفاينج، وان دوت عدد المرات اللي بيعمل فيها ريهيبيفاينج، فيبقى اوردر اوف ان لوج ان. الهيب سورت ما بيحتاجش سبيس زياده، لكن الامبلمنتيشن بتاعه ممكن يكون كومبلكس شويه. ده كان الهيب سورت. شفنا ان هو زيه زي من ناحيه الكومبلكسيتي زي الكويك سورت وزي الميرج سورت، بياخد اوردر اوف ان لوج ان، لكن ما بيحتاجش ميموري مثلا زي الميرج سورت اللي كان بيحتاج ميموري زياده.